أنا الأملة، أنا لا عارفة آكل ولا عارفة أشرب ولا عارفة أربي عيالي. إيه كمية الشامبوهات اللي بتحطوها عليا دي؟ يا بنات ارحمونا شوية. وبما إننا كده كده مش طايقين بعض، أنا هقول لكم على حل سريع عشان أخلص منكم وتخلصوا مني. هتجيبي زيت زيتون وتحطي شوية على شعرك وتدلكي بيه شعرك كويس جدا وسيبيه على راسك كام ساعة. أنا وإخواتي وولاد عمي بنتنفس من فتحات صغيرة، والزيت ده بيكتم نفسنا وبيخلينا متكتفين ومش عارفين نتحرك. وبعدين سرحي شعرك بمشط الأمل الضيق وهتلاقيني بطلع أنا وعيلتي زي الكتاكيت. لو الموضوع زاد عن حده، في حاجة اسمها خل التفاح. بعد ما تغسلي شعرك اشطفيه بخل تفاح يكون متضاف عليه شوية مية. أنا ما بتحملش ريحته الحمضية دي وبتسقطني من الشعر زي الورق. اسمعي كلام وابعدينا عنك بقى. أنا القشرة، أنا اللي بخليكي ماشية تهرشي في شعرك زي اللي راكبها عفريت، أنا اللي كل ما تسرحي شعرك أغرق لك كتافك كلها بودرة. أنا جاية النهاردة أقول لك الخلاصة عشان تكرشيني بالذوق بدل ما أنا متبهدلة معاكي بضوافرك دي. اسمعي يا حبيبتي، السر كله في مطبخك. أول حاجة هتجيبي معلقة صغيرة بيكنج صودا وحطيها على شوية من الشامبو بتاعك، وبعد كده دلكي بيها فروة راسك. الخلطة دي بتموت الفطريات اللي بتخليني أعيش وأكبر وبقع من طولي ومش بعرف ألمس شعرك تاني. وممكن تجيبي كوباية مية وعليها معلقتين خل تفاح وترشيهم على فروة راسك وسيبيهم 10 دقايق. الحموضة دي بتموتني وبتخلي الفروة بيئة غير صالحة للسكن، وبضطر أسيب المكان وأطفش فورا. وبالله عليك يا حبيبتي بلاش هرش، كل ما بتهرشي بتجرحي الفروة وبتخليني أثبت أكتر. لو بطلتي هرش وغسلتي شعرك بانتظام بمية فترة مش سخنة، أنا هسيب شعرك وهمشي ومش هتشوفي وشي تاني. أنا بقى رمانة، بقرا كل تعليقاتكم وبفرح بيها قوي. استنوني كل يومين في فيديو جديد. سلام.